كان يدعي سيدنا عبد الله بن عمر إذا أصبح فيقول: اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه في الغداة، يعني الصبح بدري، وضرا تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها. اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه في الغداة. فبيقول له: يا رب، أي خير هتقسمه للناس من الأرزاق المادية والأرزاق المعنوية والأفكار وحلول المشاكل والخطط المستقبلية والشفاء، الأفكار حتى اللي فيها شفاء لما في الجسد من آلام، كل حاجة هتديها لحد هتقسمها، أنا عايز منها. وفي الإشعار بالافتقار الحقيقي لكل عطايا ربنا النافعة ورحمة تنشرها، يعني اقسم لي نور يهديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا أحباتي؟ يا رب دايما نسمع عنكم كل الخير، ويا رب دايما نشوفكم في أحسن الأحوال. طبعا من بداية الفيديو، فيديو بسيط جدا يا بنات، الروتين كده يعتبر ينعمل كل شهر مرة، اللي احنا نعمله أكلة القنص أو الكباد أو بقى المستحقات بتاعة الطير اللي انتوا طول الشهر كده تحوشيها. كنا زمان بنقول على الأكلة دي أكلة اقتصادية، بس حاليا في الأيام اللي احنا فيها ما عادش فيه أكلة اقتصادية، بس الحمد لله زي ما قلت لكم في البداية وفي النهاية، ربنا هو الرزاق. زي ما كان بيرزقنا في أيام الرخاء دلوقتي برضه بيرزقنا في أيام الغلا، فالحمد لله يا ولادي، والله بجد ربك رب قلوب، وربنا ده كريم بيفتح الأبواب من حيث لا تحتسبي، من حيث كده أنت ما تعرفيش هو جاي منين الرزق. فاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. زي ما قلت لك في بداية الفيديو، إن الروتين ده أو الأكلة دي بس يعتبر يا بنات بنعملها مرة في الشهر، أو يعني ممكن مرتين لو أنا عندي كبد كتير. فالنهارده بقى قلت إن أنا إن شاء الله بإذن الله ننزل معاكم بالفيديو ده، فيديو توفير. وبرضه زي ما قلت لك مستحقات الطير، او الناس بقى، في ناس كتير او في بنوتات كتير بتبقى في بداية الشهر بتروح تجيب خزين البيت، وفي ناس بقى بتمشي بالاسبوع، وفي ناس بتمشي باليوم على حسب روتين بيتك، وعلى حسب برضه استعمالك انتي واللي انتي اتعودت عليه. انا كايمان بنمشي بالاسبوع مش بنمشي بالشهر، يعني انا مش بنروح نجيب الخزين مره واحده في الشهر، لا بالاسبوع يا بنات. نتسوق مره في الاسبوع خضاري وفاكهتي وكل حاجه برضه. بالنسبه بقى للنواشف الرز والمكرونه والكلام ده كله، لا ده بنجيبه يعتبر بالسنه يا بنات، لان احنا زي ما قلت لك يعني احنا كبلد فلاحين مش بنجيبه الرز بالكيلو، نجيبه مثلا يا بنات بالشوال ونبيضوه في المكنه، وناخده بقى ايه نحطه في عندي في الشقة بتاعتي، نستعمل منه بقى طول السنة، مش بنروح بس بنجيبه بالكيلو والكلام ده. قلت مكرونة برضو على حسب استعمالي بنجيبها. فالمهم زي ما قلت لك بقى على حسب انت استعمالك واللي انت اتعودت عليه، وبرضو ميزانيتك اللي انت بتمشي بيها. فانا بسناء الطيور، انا بنربي طيور في البيت برضو، وبنشتري الفراخ بقى اللي هي بتبقى البيضة يا بنات من بره. فبنشيل بقى الكبايد بالذات اللي انا نعملها على بعضيها، نعملها كده طبخة بقى في اخر الاسبوع، في اخر الشهر، يوم ما نبقاش قادرة نعمل حاجة، يوم برضو تبقى الامور يعني ايه مش متيسرة معاكي في الميزانية بتاعتك، فبتعدي وبتبقى وجبة جميلة جدا واقتصادية. بس زي ما قلت لك في الأيام دي مفيش اقتصادية، بس الحمد لله برضو قلت لك إن الأيام دي برضو مهما تكون يا بنات الغلو، بس تحسي إن في رضا، في بركة برضو الحمد لله، في رزق نازل من حيث لا تحتسبي زي ما قلت لك. فاللهم ديمها علينا نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. طمنوني عليكم بقى، عاملين ايه في الجو الشتا ده؟ خلاص يا بنات دخلنا في الشتا بقى الصميم، الجو برد بجد، الجو عندنا الايام دي البرد جامد جدا، وكلنا في البيت هنا واخدين برد. انا خدت برد واحمد ووسام، يعني بص البرد فعلا مبهدلنا. حتى انت لو تلاحظوا صوتي متغير شويه، يمكن انا واخده بس برشام عشان نقدر ان نطلع نتكلم على الفيديو ونمنتجه لكم ان شاء الله باذن الله، عشان نقدر ان ننزله. عايزه بقى اثناء كده وانا بنعمل الفيديو بقى في التصوير، عايزه بس الرد على كل الكومنتات اللي اتكلمت معايا في الفيديو الاخراني ده. في ناس كتير زعلت مني، واقول لكم يعني غاليين على قلبي لدرجة ما تتخيلوهاش. زعلانين مني ليه؟ بسبب عدم تصويري، بسبب اللي انا بنزلش فيديوهات، بسبب اللي انا بعدت على القناة. بس والله العظيم غصب عني، ما هو بايدي يا جماعة، مش بايدي. يعني سبحان الله، ربنا اللي بيختار لنا زي ما قلت لكم، وربنا اللي بيسر لنا امورنا. فانا مش هين عليا زعلكم، زعلانة جدا على زعلكم. تفكرين الاهمال مني، يعني كومنت على قد ما هاقول لكم إيه، ما أقولش اللي أنا زعلت، لأ ما أقدرش أقول إن أنا زعلت منها، هي بتتكلم من عشمها فيّا ومن حبها ليّا، إن هي كانت بتقعد وبتستناني وبتشوف فيديوهاتي وبتضيّع في وقتها عشان تستنى اليوم اللي أنا بننزّل فيه فيديو، وأنا الأيام دي بنقول أنا ما عدتش فاضية إلا إن أنا نصوّر فيديوهات، فبتقول لي طَب إحنا إزاي كنا فاضيين اللي إحنا كنا بنتفرّجوا عليكِ؟
يا أمي يا ست الكل، والله العظيم زعلك ده على عيني، على عيني كده، اللي انت تكوني زعلانة مني. الكومنت ده من الست الكل، امنت بالله ديت في مقام والدتي بجد يا بنات. ست بصي كانت بتعزني جدا، وانا عارفه وما زالت لغايه دلوقتي بتعزني. والكلام اللي هي كتبته ده بس عشان خاطر المعزه في قلبها ليا، اللي صعبان عليها يعني، اللي انا ما عادش بننزل فيديوهات. بس والله يا ام غصب عني، انا عايشه بدعواتكم، عايشه هقول لكم ايه، بالكلمة الحلوة اللي بنسمعها في الكومنت. والله العظيم أنا بنمنتج الفيديو بنحس إننا بنكلمكم شخصيا، نفسي نشوفكم ونفسي نقابلكم ونفسي نتواصل معاكم دايما، بس مش بإيدي برضه يا جماعة، والله ما هو بإيدي. شغل القناة ده تيسير من عند الله. وزي ما قلت لكم في بداية فيديوهاتي، لما أنا ابتديت إن أنا نبعد على القناة، قلت اللي ربنا كاتبه وأنا خلاص يعني سِبت الأمر ده بالذات، أو سِبت أمور الحمد لله، الحمد لله كلّها في إيد ربنا. قُلت يا رب إن كان في خير يسّره لي، إن كان في حاجة وِحشة ليّا ولبيتي ولنفسي ابعدها عني. فأنا بنحاول على قد ما نقدر، حتى لو أنا بننزّل لكم فيديوهات قديمة من عندي وبنمنتجها من أول وجديد، عشان خاطر نفضل مستمرة معاكم ومستمرة على قناتكم، أو مستمرة حتى اللي أنا بنشوف كومنتاتكم وتعليقاتكم الجميلة ديّة. فعشان كده أنا يعني صعب، صعب إن أنا أزعّل حد منّي، خصوصًا من الناس اللي زي ما قُلت لكم اللي دخلت حبِّتني لله في لله بدون أي مقابل. وأنتِ قُلتِ كلمة جميلة، يعني الكلمة ديّة بُصّي عندي ما تعرفيش هي مقامها عندي إيه، اللي أنتِ كنتِ بتقعدي وبتسيبي اللي وراكِ عشان خاطر تستنيني، وبتدوّري عليَّ وبتدوّري على قناتي عشان خاطر تسمعي صوتي وتشوفيني. ده يا أمي حاجة هاقول لِك إيه، على راسي من فوق. بس صدقيني والله العظيم ادعي لي، وإن شاء الله بإذن الله ادعي لي بس بالدعوة ديّة، يا إيمان إن كان فيها خير ليكِ يقرّبِك منها، إن كان فيها شر ليكِ يبعدِك عنها. وأنا إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله اللي ربنا رايده هو اللي هيكون. وإن شاء الله بإذن الله، بإذن الله بنتمنى بجد إن أنا نفضل مستمرة معاكم. أمّا باقي الكومنتات كلّكم والله العظيم يا بنات كلامكم كلّه جبر خاطري، كلّكم. فاطمة دي أختي حبيبتي اللي بتطبطب على قلبي، فيها أقول لكم مين والّا مين، سارة، كلّكم يا بنات والله العظيم عشان ما ننساش حد، أنا مش ناسية واحدة فيكم. بالعكس في كومنتات ما ظهرتش، أنا دخلت سألت عنهم عشان ما يفكروش اللي أنا كنت بنتابع معاكم بس عشان خاطر مشاهدات أبدًا، الكلام ده خالص. فاهمين يا بنات لمّا تلاقوا حاجة كده بترتاحوا فيها؟ أهو أنا دلوقتي لمّا أنا بنتكلم معاكم على القناة دي بنرتاح معاكم، في راحة نفسية، بنحس إن الكلام طالع من القلب يوصل للقلب، مش تجمُّل ولا هو مصالح ولا أي حاجة. لإن اللي أنا شايفاه في الأيام ديّة اللي الدنيا بقت دنيا مصالح بجد. بس إلا من رحم ربي، يعني الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: "الخير في أمتي إلى يوم الدين." ليوم الدين هيفضل الخير في أمة محمد، مهما نقول ومهما نشوف ومهما نعمله. بس أنا هاقول لِك على حاجة والله عن تجربة منّي، سلّمي أمرِك لله في كل حاجة. أي نعم النَفْس ساعات بتبقى أمّارة بالسوء، أو مثلًا لو حد زعّلِك أو حد جه عليكِ أو حد قال لِك كلمة زعّلتِك، بتبقى النَفْس من جوّه بتلومِك، أنتِ إزاي ما ردّيتيش، أنتِ إزاي ما عملتيش. حتى لو أنتِ ردّيتِ ممكن تأنِّبي نَفْسِك بعد كده وتردّي نَفْسِك بعد كده، أنا المفروض ما كنتش ردّيت، المفروض كنت سكتّ، المفروض. بس زي ما قُلت لكم ساعة الحدث نفسه، دي حاجة ما تبقاش بإيدِك ولا بإيد غيرِك، ده حاجة بتبقى رَد فعل الفعل. أنا مش عارفة أنا دخلت في الموضوع ده ليه، بس أنا كلمتكم دلوقتي عشان بس ما تزعلوش منّي، ما تزعلوش منّي لو ما عدتش بنتواصل معاكم يا بنات. على قد ما نقدر، حتى لو أنا نزّلت الفيديوهات القديمة وحطيت عليها صوتي، فسامحوني. سامحوني بجد الفترة ديّة محتاجة دعمكم ليّا، محتاجة وقفتكم جنبي، ومحتاجة كلامكم الحلو اللي بيدعمني. أنا عارفة والله العظيم اللي أنتم بتحبوني وبتتمنوا إن يعني نتابع معاكم ونتكلم معاكم وننزّل فيديوهات، أنا والله أكتر منكم، أنا أكتر منكم. بس زي ما قُلت لكم إن شاء الله بإذن الله كل حاجة بإيد ربنا، وأنا سايباها بإيد الله. يمكن في يوم من الأيام تبصوا تلاقوني كل يوم بانزّل لكم فيديو زي الأول. إن شاء الله بإذن الله، يعني أنا ما فقدتش الأمل خالص، بالدليل إن أنا منزّله لكم فيديو أهوّة، حتى لو هو قديم زي ما قُلت لكم وممنتج الفيديو تاني، بس بالدليل اللي أنا ما فقدتش الأمل في القناة، ما فقدتش الأمل إن أنا أرجع لها تاني. لأ، الأمل في الله موجود، والأمل إن شاء الله بإذن الله طول ما أنتم موجودين معايا وبدعمكم وبتشجيعكم، بإذن الله، بإذن الله هنتواصل معاكم. وصلت لحد هنا بقى، صلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لو ما اشتركتيش في القناة اشتركي فيها وحطّي لي اللايك وادعميني بكلمة حلوة، وارفعي معايا الفيديو إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله، عشان تشجيع يا بنات. طالما أنتم بقى بتعزّوني وبتحبوني وعايزينّي أنزّل فيديوهات على طول، يعني الواحد برضه لمّا يشوف نشاط على القناة بيتشجّع، لمّا يشوف كلمة حلوة بتتشجّع، زي الطفل الصغير اللي هو لسه بيتعلّم في حاجة جديدة، لو قُلتِ له شجّعتيه بكلمة حلوة شايفاه بتمدحيه وبيبقى مبسوط قد إيه وبيتمنى اللي هو يعمل لِك الأحسن. أهو إحنا كُلّنا كده.
مهما كبرنا الكلمة الحلوة بتأثر فينا، مهما ربنا عطانا الكلمة الحلوة هي اللي بتخلينا ننحني ونخضع. فاهمين يا بنات؟ فالحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على النعمة اللي احنا فيها، والحمد لله يا رب على نعمة وجودكم معايا، والحمد لله على نعمة سؤالكم عليا. وزي ما قلت لك يا ست الكل، حقك على راسي، هحاول انزل لك فيديوهات وما تزعليش مني. انا بصي ما نقدرش ان انا ازعلك، لان انت لما غبت عني شويه انا بقيت نقول انت نسيتيني، فبالدليل بقى اللي انت دخلت كده. شفت زي ما يكون الام يا بنات متعصبه من بنتها اللي هي عملت حاجه غلط وبتعاقبها، او ازاي بتعتب عليها انت ليه بتعملي كده، احنا مستنيين منك غير كده. انا حسيتها فيها كده، فعشان كده انا ما اتمناش ان انت تزعلي مني. كلكم يا بنات والله العظيم على راسي على راسي، ووجودكم ده هو اللي بيسعدني وبيشرفني، وسؤالكم عليا. والقناه دي زي ما قلت لكم، هقول لكم ايه، باحاول إن شاء الله بإذن الله إن أنا نفضل متواصلة معاكم على قد ما نقدر. وزي ما قُلت لكم استحملوني بس، حتى لو بننزّل فيديو قديم وبنمنتجه من أول وجديد تاني وبنحط صوتي، بس على الأقل اللي أنا هاقول لكم إيه، والله المحروجة اللي أنا باقوله لكم ده، على الأقل اللي الواحد متواجد معاكم بس شوية. طبعًا بقى شادن، سارة، فاطمة، جيهان، نوران، كلكم يا بنات والله، أسماء، مش عايزة ننسى حد عشان خاطر ما حدش يزعل مني، أم محمد، كلكم والله العظيم ما ناسية واحدة فيكم، ولا ناسية كومنت بينكتب لي ولا تعليق. وأمينة برضه بقى لها فترة ما ظهرتش، أنا عارفة اللي أنا بقى لي فترة أنا كمان ما كنتش بننزل، فعشان كده هي مش يعني خلاص الفيديوهات قلت، اقتراح القناة قل. فدعمكم ليا زي ما قلت لكم وتشجيعكم إن شاء الله بإذن الله كل حاجة هترجع زي الأول، والتيسير في الأول وفي الآخر من ربنا سبحانه وتعالى. وما تزعلوش مني كنت طولت عليكم بقى في الكلام، لكيت معاكم كتير، بس فكيت شوية معاكم بجد، اتكلمت معاكم من قلبي عشان الكلام ده بيوصل، يعني بيطلع من قلبي بيوصل لقلبكم إن شاء الله بإذن الله، عشان عارفاكم اللي انتوا بتحبوا لي الخير وبتتمنوا لي الخير، وبتتمنوا ان انا نفضل متواجدة معاكم. وشكرا شكرا ليك يا فاطمة على كل كلمة انت قلتيها. فعلا والله العظيم يعني ربك هو اللي أعلم بالقلوب، وربك هو اللي أعلم بالبيوت. كلنا بيوتنا فيها هقولك ايه، فيها اللي هقولك فيها الخير الحمد لله، يعني مفيهاش حاجة وحشة الحمد لله الحمد لله. حتى لو وحش، لو فيها وحش بيبقى اختبار وابتلاء من ربنا. فكل واحد يا بنات والله العظيم أدرى بظروفه وأدرى باللي هو في بيته، والحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل شيء. في كومنت كتب لي بيقول لي ايه، إيمان هو انت ما عدتيش بتنزلي فيديوهات عشان خاطر الناس اللي خايفة من الحسد؟ والله يا بنات هو الحسد مذكور في القرآن، بس أنا كإيمان يعني بخاف من الحسد، أنا مسلماها لله. فاهمين؟ حاطة كل حاجة لله. أي نعم أنا قناتي روتين تشجيع، بتشجع بيكم تشجعوا بيا، بس حتة الحسد ديت يعني سيبها زي ما قلت لك، سلمها لله. مفيش حاجة أقوى ولا أكبر من رعاية ربنا ليكي، مهما الكل عمل ومهما الكل عايز ومهما الكل عاوز يدبر، رعاية ربنا اللي طول ما هي حافظاكي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. جيت لنهاية الفيديو، الحمد لله اللي أنا منتجت لكم الفيديو النهاردة يا بنات، اللي أنا اتكلمت معاكم، اللي أنا اتشجعت بيكم دلوقتي. أنا دلوقتي بامنتج الفيديو حوالي الساعة 1 بالليل، بجد بجد سعيدة جدا جدا. حتى وسام لسه صاحية معايا لغاية دلوقتي، تصوروا عندها مدرسة الصبح الساعة 8 والساعة 1 ولسه منمتش. هتقولي ليه يا إيمان؟ أقول لكم بقى جت من المدرسة بقى بردانة وسقعانة والجو مرطب والشمس مطلعتش، دخلت نامت. والسلام.